ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. شايفين بقى المطبخ عندي عامل ازاي؟ يضرب يقلب كله كم مواعين. السبب ايه انه يبقى بالمنظر ده؟ انا عمري ما خليت المطبخ يكون ابدا بالمنظر ده. ولا سبته المواعين تتراكم ولا اي حاجه. انا اول باول بعمل المواعين جنبي كده وانا واقفه. السبب بقى ان الميه كانت قطع ليها يومين عندنا، وما كانش عندنا ميه خالص ان اغسل مواعين او اشطف او الحاجات دي. وكمان الحظ ان ماما اللي هي حماتي كانت في البيت التاني قاعده ليها يومين. فانا كنت ايه بعمل الاكل في شقتي. يعني انتوا شايفين ده المطبخ بتاع شقتي انا. المطبخ التاني اللي بعمل فيه الاكل وبصور فيه ده مطبخ حماتي. احنا اكلنا وشربنا كله ايه معاها. والحظ المره اللي اعمل فيها اكل في شقتي المطبخ بتاع شقتي يبقى بالمنظر ده. علشان جوزي يعني يجي يقول لي انت بتهتمي هناك ونضفت هناك وسايبه شقتك، اكيد لا، هو عارف ان الميه كانت قطعه واحنا كنا محتاسين عشان بق الميه. وان انا ما كنتش عارفه اعمل حاجه خالص، والحمد لله الميه جت. ابتديت بقى ايه اخد المواعين كده حاجه حاجه وابتدي اغسل فيها. الميه بجد نعمه في حياه الانسان، واحنا الحمد لله الميه بتبقى شغاله عندنا على طول. فعشان كده لما بتقطع شويه بتعمل لنا ازمه. قبل بقى ما ابتدي الفيديو كده وقبل ما اعمل معاكم اي حاجه، ما تنسوش كده تدوسوا على زرار اللايك. انتوا بتتفرجوا هتدوسوا بس على زرار اللايك. اللايك ده هو اللي بيشجعني وبيرفع الفيديو، وهو اللي بيخليني ايه اقدر اكمل كده والفيديو يتشاف معاكم. واللي ما اشتركش في القناه يخش ويعمل اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلكم مني كل جديد. وانتي وهي اللي مكسله على مطبخك وفي شويه مواعين او حاجه، قومي تشجعي معايا واغسلي يلا المواعين وشطبي المطبخ بتاعك. وما تخلوش ابدا ابدا في مواعين كده. مادام الحمد لله في نعمه الميه موجوده عندك، ما تسيبيش ابدا المواعين تتراكم بالمنظر ده. انا زي ما قلت لكم غصب عني عشان الميه ما كانتش موجوده، انا عمري ما خليت المطبخ بالمنظر ده. وانت كمان حاولي على قد ما تقدري. يعني طول ما انت واقفه بتعملي في الاكل اغسلي اي حاجه تتوسخ، معلقه اغسليها وحطيها مكانها، طبق اغسليه وحطيه مكانه. هتلاقي بعد الغدا الاطباق والمواعين مكان الغدا بس، يعني حاجه بسيطه. انما هتسيبي كله هيتراكم وتلاقي شكل المطبخ وحش، وبتحسي ان في عقده نفسيه كده او في حاله نفسيه مش كويسه. طول ما انت داخله وطالعه على المطبخ في مواعين كده تحسي انك مخنوقه. فاحنا ننضفه كده ونظبطه، واول باول كده نغسل المواعين اللي في الحوض هنلاقي حوضنا نضيف واول باول اول ما اخلص الاكل بطفي عليه اقوم ماسحه شايله الحلل من على البوتاجاز وماسحه البوتاجاز. فبتبقى الحاجه ايه بسيطه والمطبخ شكله منظم ايه من حواليكي. ومش عارفه الصينيه دي كنت بعمل فيها ايه كمان انها تتوسخ، دي صينيه كبيره. مش عارفه والله المواعين دي كلها جت منين. الله المستعان. ونبتدي ايه نعمل حاجه حاجه كده مع بعض. بغسل الاول الكوبايات الازاز والكوبايات الالومنيا اللي بنشرب فيها والحاجات دي. بغسلها الاول وهي السلكه كده نضيفه والصابون نضيف. وصواني الشاي والحاجات دي بلمعهم كده في الاول. وبعد كده بغسل الاطباق بشطف الحاجات دي تحت الحوض. وبعدها اغسل الاطباق وهصفي كله علشان الحاجه فيها ميه. سيبها تتصفى خالص وابتدي ايه ارص فيها واغسل الاطباق. وبعدها بقى لو في حلال حاجات الومنيوم بقوم غسلاها. الحاجه الالومنيوم انا بخليها اخر حاجه. ده النظام بتاع المواعين بتاعي، الكوبايات الاول بعد كده الاطباق بعد كده المعالق والحلل الالومنيوم دي في اخر حاجه خالص. شفتوا في اول ما دخلت وانا بصور لكم المطبخ الرخامه في وش المطبخ، يعني في وش باب المطبخ. فانا عايزه اجيب لها ستاره واداريها يبقى شكلها احلى. والشباك المطبخ كمان هو فوق البوتاجاز، عايزه اعمل له ستاره مطبخ. يعني اجيب كده طقم ستاره مطبخ مع ستاره حوض. بس في كتير قوي قالوا لي ان الستاره اللي فوق البوتاجاز لا قدر الله ممكن تشتعل في اي وقت. يعني عشان تحتها البوتاجاز على طول وممكن نقطة زيت بتخلي النار تشتعل وكده ممكن تمسك في الستارة. في ناس خوفوني منها. فانتوا قولوا لي برضك رأيكم في الكومنتات، اعمل الستارة دي ولا استغنى عنها عادي مفيش مشكلة واعمل ستارة الحوض. بس انا حابة فعلا اعمل ستارة الحوض دي علشان تداريلي الحوض خالص عشان شكله مش لطيف يعني. اللي بيخش كده من باب المطبخ بيلاقي الحوض ايه في وشه. فانا عايزة اداريه بستارة كده شكلها شيك وحلو. ابتدي بقى اغسل كده وانضف. طبعا طول ما انا واقفه بذكر ربنا وبستغفر كتير قوي وبصلي على سيدنا محمد. يعني طول ما انا واقفه بعمل الحاجه بعملها وبعملها بنفس راضيه، ما بكونش متزهقه ولا متزربنه.
لان هي كده كده الحاجة عليكي، فانت اعمليها بنفس راضية. طول ما انت واقفة بقى خدي حسنات، استغفري كتير، صلي على سيدنا محمد، ادعي ربنا كتير يا رب ارضى عني وراضيني. وطول ما انت واقفة كده خدي حسنات وانت بتعملي الحاجة. تعالوا كده نصلي على سيدنا محمد شوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان نستغفر ربنا كتير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طبعا بستغفر وبصلي على سيدنا محمد كتير، يعني مش مرة ولا حاجة، طول ما أنا واقفة بستغفر عدد كتير. اوعى تقولوا عليا رغاية، أنا محبتش أنزل قرآن وأدعي على الفيديو وهو شغال، وحبيت أقعد أفضفض كده معاكم وأتكلم معاكم. يا رب ما تزهقوش مني. انا بصفي كده في الرخامة جنبي، شطفت الرخامة اللي في الناحية التانية وبصفي عليها. شايفين كمية المواعين انا غسلها قد ايه؟ كل ده علشان يومين بس المية تقطع فيهم. يعني أنا مش فاهمة في اليومين دول انا عملت ايه بالمواعين دي كلها بصراحة. هي كل الحكاية يومين بس. اغسل بقى الحنفية واغسل الحوض كويس قوي وبغسل الحيطة اللي وراه عشان كل حاجة تبقى نظيفة معايا. ودي البوتاجاز زي ما انتوا شايفين مش متبهدل قوي يعني ولا اي حاجة، كان بس عمال الاكل. عمال الاكل يوم واحد كمان، يعني انا بمسحه على طول اول باول. فهو ملحوظ بس مش عليه دهون ولا الحاجات دي كلها. السلكة برضك اغسله كده وامسحه مسحة معتبرة واخليه بيبرق، والازاز بتاعه وكل حاجة. شايفين؟ اللهم بارك، البوتاجاز بتاعي بيلمع وبيبرق. المواعين بقى اتصفت معايا، تعالوا نرصها. ارص الكوبايات مكانها. المطبخ بتاعي ده من ايام يعني من جوازي، عايزة اجدده. الله المستعان كده. هو شكله حلو والله، يعني مش وحش برضو، بس الواحد عايز يجدد. شايفين شكل المطبخ بعد ما خلص؟ كده بقى تحسي براحة نفسية. تحبي كده تخشي المطبخ تشربي، تجيبي معلقة، تجيبي كوباية، تجيبي اي حاجة، تحبي بس تخشي المطبخ. دي فعلا الراحة النفسية بجد. ربنا يا رب كده يبارك في صحتكم ويبارك في بيوتكم وفي رزقكم، عشان طول ما المطبخ متبهدل وفيه مواعين كتير ده معناه ان ربنا كده رازقكم وكريمكم وفي الخير موجود في البيت. والحمد لله على نعمة الصحة ونعمة الستر ونعمة الرزق والبيت والمأوى ونعمة الأولاد، وعلى كل نعمة حلوة في حياتنا احنا شايفينها ولا مش شايفينها. الحمد لله دائما وأبدا. وربنا يا رب يديكم الصحة ودايما كده ملكات في بيوتكم. أشوفكم بخير وأسيبكم كده في رعاية وحفظ الله. مع السلامة.